السلطان عبد الحميد هو ابن السلطان عبد المجيد، ولد سنة 1258 وتوفي سنة 36 و300 وألف. بالنسبة للتاريخ الميلادي سنة 18 و900 وألف، 1918 توفي رحمه الله تعالى، فيكون قد حكم 78 سنة تقريبا. تولى السلطنة وعمره 34 سنة، وبقي سلطانا أكثر من 30 سنة، ثم عزل بعد ذلك في 1909 ليقضي 9 سنوات في حياته معزولا إلى أن توفي رحمه الله تعالى. هذا السلطان هو أعظم سلاطين بني عثمان المتأخرين، بل هو أعظم سلطان عثماني في تقديري بعد السلطان سليمان القانوني رحمهم الله تعالى جميعا، فقد استطاع أن يؤخر سقوط الدولة العثمانية أكثر من ثلث قرن. السلطان عبد الحميد قد تولى وتركة الدولة ثقيلة إلى الغاية. هذه التركة تمثلت أولا في ضعف كبير، تهديد الدول الأوروبية لها، ورث ديونا هائلة تقدر ب 52 و200 مليون ليرة عثمانية ذهبا، وهي اليوم تقدر بمئات البلايين من الجنيهات الاسترلينية، مبلغ ضخم جدا من الديون. استطاع عبد الحميد بدهائه وذكائه وعدم إسرافه، وكانت هذه صفة واضحة فيه، استطاع أن يخفض هذه الديون إلى العشر تقريبا لتكون 30 مليون ليرة ذهبية عثمانية عندما قام الانقلاب عليه. ورث حركات تريد الانفصال في أوروبا، في الروملي يعني القسم الرومي الأوروبي يعني من الدولة العثمانية، وحركات تريد الانفصال في الدول العربية، وحركات أرمنية في الأناضول، وحركات كردية، كل ذلك يريد الانفصال. وورث صدورا عظاما ووزراء ترتبط قلوبهم بأوروبا ووجهتهم أوروبا، وهم أكثرهم ماسونيون. وكان المثقفون، سائر المثقفين في الدولة العثمانية كانوا من الماسون آنذاك، حتى نفهم كيف ورث عبد الحميد هذه التركة الثقيلة، وكيف استطاع بذكائه ودهائه وحنكته وصبره أن يصبر أكثر من 33 سنة وأن يؤخر سقوط الدولة هذه المدة الطويلة. كان السلطان عبد الحميد بعيدا عن الاستبداد، بعيدا عن الظلم كل البعد، بالدليل أن هنالك رجلا اسمه رضا توفيق، كان شاعرا وكان اتحاديا كما سيأتي تفسير اتحادية بعد قليل، وكان ماسونيا من كبار الماسونيين، وهو ممن سعى طويلا في عزل السلطان عبد الحميد. هذا رضا توفيق كان شاعرا. لما توفي عبد الحميد ماذا قال بعد أن وجد ما وجد من انهزام الدولة وتفتيتها وتقطيع أوصالها؟ قال: عندما يذكرك التاريخ يا أيها السلطان يكون الحق دائما ومعا، دائما في جانبك ومعك أيها السلطان العظيم. لقد قمنا بدون حياء بالثورة على السلطان، وقلنا إن السلطان مجنون وإن السلطان ظالم ولا بد من الثورة على السلطان، وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان. هذا على هيئة شعر مترجم إلى العربية يعني. ولكننا كنا أغبياء بدون حياء، بل كنا عديمي الأخلاق عندما ثرنا عليك أيها السلطان العظيم. يقول أنور باشا وهو أحد كبار القواد العثمانيين، يقول لجمال باشا السفاح المشهور في دمشق: لقد كنا أغبياء يا جمال حينما قمنا بالثورة على السلطان، لقد كنا ألعوبة في أيدي الصهيونية العالمية. هذا اعتراف ضخم من أنور باشا لجمال باشا. والسلطان عبد الحميد في الحقيقة مدحه أناس كثيرون جدا من ساسة أوروبا، مثال السياسي الألماني الداهية بسمارك، ومثال رئيس الوزراء البريطاني المشهور ذي الأصل اليهودي الإسرائيلي، ومثال عدد كبير جدا من المؤرخين والساسة الغربيين والشرقيين على السواء، وعدد كبير من العرب ومن العثمانيين مدحوه مدحا بالغا، خاصة عندما تبينت لهم الحقائق بعد ذلك. السلطان عبد الحميد من صفاته الهدوء التام، وكان قد ورثه عن زوج أبيه،
فرعته زوج أبيه رعاية بالغة وحنت عليه فأحبها حبا جما، حتى أنه عندما تولى السلطنة سماها بالسلطانة، لم يجعل زوجه هي سلطانة كما جرت العادة، جعل زوج أمه هي السلطانة، لكنه قال لها بكل حزم، قال لها يا أماه أنت الآن سلطانة، لكن لا أسمح لك أبدا بحزم وبقوة بتدخل في شؤون القصر بأي حال من الأحوال. وكان أيضا رحمه الله تعالى متدينا، لم يشرب الخمر قط، وكان عفيفا، لم يمتد نظره إلى النساء قط إلا زوجة التي تزوجها، كانت زوجة وحيدة تزوجها رحمه الله تعالى. وكان يؤدي الصلوات في أوقاتها في جماعة كما كانت تقول عائشة بنت السلطان عبد الحميد. ولعلكم تقولون ما الغرابة في هذا؟ لا، الأمر كان غريبا، لأن السلطان كان قد تربى في قصر، كان القصر كله اتجاهي أوروبيا، وكان الخمر شيئا معتادا للأسف الشديد، خاصة مع صدور التنظيمات واحتكاك الدولة الكبير بأوروبا، وكان الأمراء يسهرون خارج القصر في سهرات حمراء. لكن السلطان كان ما يعرف هذا أبدا، لا أثناء إمارته ولا أثناء سلطنته، بل كان مشهورا بأنه يأوي إلى بيته وإلى أسرته ويهتم بشؤونها دوما وأبدا. وكان صاحب جد ومثابرة في العمل، فقد كان يعمل كل يوم منذ تولى السلطنة إلى أن عزل 14 ساعة يوميا، وكان بعيدا عن الإسراف كل البعد، حتى أنه كان وهو أمير يرتق حذاءه بنفسه، يرتق حذاءه بنفسه، وكان الأمراء يستهزئون به ولا يهتم، وكان يبتعد عن الإسراف تماما. وقلت لكم لما تولى شؤون الدولة كيف استطاع أن يخفض الديون إلى العشر تقريبا بالسياسة المتقشفة التي كان يتبعها في بلاده رحمه الله تعالى. وكان صاحب حنكة وصبر ودأب، وكان من حنكته وسياسته أنه استطاع أن يفرق الأعداء، أعداء الدولة العثمانية، ولا يجعلهم جبهة واحدة ضده، ويضرب هذا بهذا وهذا بهذا حتى لا يجتمعوا جبهة واحد ضد السلطان عبد الحميد. كان السلطان من صفاته الكبيرة المحمودة أنه كان يتجه إلى ما يسمى بالجامعة الإسلامية في وقت كانت الدولة قد غربت تماما، وكان يرسل المشايخ الإسلام وعلماء المسلمين إلى الأكراد ليهدئهم ويسكن من ثائرتهم باسم الإسلام. وكان يعمل شيء نفسه في ولايات الدولة العثمانية العربية وغير العربية، وكان يقرب إليه مشايخ وعلماء من الدول العربية وغيرها، كل ذلك يريد ما يسمى بالجامعة الإسلامية. وكان يقول إن القوة الحقيقية للدولة العثمانية تكمن في الجامعة الإسلامية، وأنه بالإسلام يجتمع المسلمون وسيكونون يوما ما قوة تضرب رقاب الكفار وتطردهم من بلادها. كان أيضا ومن العجائب أنه في الصين قد افتتح معهدا يسمى المعهد الإسلامي الحميدي نسبة إليه في الصين. ولما افتتح ذلك المعهد وجاء الصينيون ليحتفلوا بكوا لأنهم كانوا يجتمعون في قلوبهم مع السلطان العثماني والخليفة العثماني. كان خليفة عاما للمسلمين، وكانت قلوب المسلمين معه وتحبه وتؤيده وتشد من أزره، حتى أن عندما عزل كانت هناك جريدة هندية أرسلت برقية كلها أسف وأسى بعزل السلطان عبد الحميد، السلطان العظيم، السلطان المصلح، كما قالت أو نصت البرقية في معاني كلماتها. وكان يقاوم التفسخ الغربي الوارد إلى بلاده، حتى أنه عندما بدأ يلاحظ وهو سلطان بدأ يلاحظ أن بعض النساء تخلينا عن اللباس العثماني وصرنا يلبسنا اللباس الأوروبي، ليس بالطريقة الفاضحة اللواتي يلبسنها النساء اليوم للأسف في الدول العربية والإسلامية، لكن تخلينا عن اللبس العثماني الجميل التي تغطي فيه المرأة وجهها يشمك هذا المشهور العثماني. فأصدر مرسوما إلى الحكومة ليعلقوه في الشوارع وينشروه في الصحف أنه ليس لامرأة أن تسير في الطريق بدون أن تغطي وجهها بالنقاب العثماني المعروف، وعلى النقاب ألا يكون شفافا يبرز الوجه. وجعلوا أمرا إلى الحكومة وإلى الشرطة ليتعقب النساء اللواتي يخالفن هذا الأمر. إلى هذا الحد كان صارما في هذه القضية، جزاه الله خيرا ورحمه ورفع درجته في عليين. مما يحمد السلطان عبد الحميد في الحقيقة موقفه من اليهود. دخل عليه هذا ثيودور هرتزل وطلب منه إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على هيئة مستوطنات صغيرة في مناطق حددها له، وأمله بآمال وأعطاه وعودا هائلة في مصلحة الدولة كلها. منها
أن يحمي الأسطول البحري العثماني التجاري في المياه الأوروبية من القراصنة. منها إخماد الثورات التي كانت تقوم دائما على الدولة في الصرب وفي جبل الأسود وفي بلغاريا وفي اليونان. منها تسكين ثائرة الأرمن. منها قضاء ديون الدولة العثمانية. منها هدية شخصية لسلطان عبد الحميد تقدر ب5 ملايين ليرة ذهبية عثمانية، مبلغ هائل جدا. ومنها يعني أمر يسير له اللعاب في الحقيقة، لكن السلطان رفض رفضا قاطعا وطرد هرتزل من مجلسه، وقال إن هذه البلاد التي رواها أجدادي بدمائهم لا يمكن أن أسلم شبرا واحدا منها إليكم. وقال قولة عجيبة، قال: إن استطعتم إقصائي فستحصلون على فلسطين بلا ثمن. وهذا الذي حصل. فقد تأكد هرتزل أن بقاء السلطان عبد الحميد ليس من مصلحة اليهود أبدا، وأنه عائق كبير أمام تنفيذ مخططاتهم وأحلامهم، فتعاونوا كما ذكرت لكم مع الماسون جمعية الاتحاد والترقي مع زعماء أوروبا لإسقاط السلطان عبد الحميد وعزله، وفعلا بعد ذلك مهد الطريق لهم لأخذ فلسطين بلا مقابل كما ذكر ذلك السلطان عبد الحميد، وكان صاحب فراسة وصاحب بعد نظر رحمه الله تعالى. مصيبة السلطان عبد الحميد أنه لم يؤت رجالا، وهذا صرح به كثير من ساسة العرب والغرب المسلمين والكفار، أنه لو كان هنالك رجال يعاونون السلطان عبد الحميد مخلصون لاستطاع أن يتقدم بدولته تقدما كبيرا جدا، أو أن يقترب من مستوى الدول الأوروبية آنذاك بحكمته وبعد نظره.